والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قناة شبكة السلام الإعلامية، يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم مجددا في لقاء من برنامج فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم. المشاهدون والمشاهدات الكرام، على خير نلتقي وفي سياق البرامج التوعوية التي تحرص قناتكم القيام بها وتنفيذها. لقاءنا اليوم عن موضوع يهم المستمعين جميعا، المشاهدين الكرام، وذلك أن هنالك أدواء وهنالك علل تعتري النفس البشرية. موضوعنا عن الحسد وآثاره. هذه الشعلة التي تكمن في النفوس وتنعكس على السلوك، وتكون كذلك أخطارها على قلب الإنسان وعلى حياة الفرد وعلى حياة المجتمع، فيحصل من جرائها الأضرار الكثيرة. هذه الآفة التي حذرت منها نستطيع أن نقول الأديان، وكذلك يعني المجتمعات كلها تنبذها وتنفر منها وتبين آثارها الكثيرة الضارة. حري بأن نلقي عليها يعني الظلال ونعرف حكم الشرع فيها. في بداية هذا اللقاء فضيلة الدكتور حسن، لعلنا ندخل إلى ما هو التعريف لهذه الآفة، وأيضا ما يتعلق بالأدلة في القرآن والسنة في التحذير منها وبيان يعني حكمها الشرعي. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاءت الشريعة والأديان عموما لمعالجات النفس البشرية وعللها وأسقامها وأمراضها، أمراض القلوب وأمراض النفوس، كما جاءت كذلك العلاجات الطبية أو الطب البشري لمعالجة العلل المتعلقة بالأجساد. فالإنسان عبارة عن مركب فيه جوانب مختلفة. الجانب الجسدي فيه ربما أطباء البشرية أو الطب البشري يعمل على معالجة هذه الأمراض، ولكن هنالك جانب آخر، وهو الإنسان كما قلنا لا نتعامل معه فقط ككتلة من الدم واللحم، ولكن أيضا كتلة من المشاعر وكتلة من الأحاسيس، كتلة من التطلعات، كتلة من الرغبات تتداخل مع هذا الإنسان. أقول ذلك لأن موضوع الحسد من الموضوعات حقيقة التي ربما كثير من الناس أحيانا يستبعد هذا النوع من الموضوعات، خاصة عندما يتعلق الحسد مع العين ويتداخل معها. هنا تأتي كثير من إشكالات، فالبعض يحاول أن يجعل القضية كلها قضية مادية محضة، ولا يحاول أن يتعامل مع هذه المفاهيم، بل أحيانا قد يدخل الإنسان في إنكارها، وأن يقول لك أنا لا أؤمن بشيء اسمه حسد أو لا أؤمن بشيء اسمه عين وهكذا. لكن ببساطة شديدة جدا، نفس هذا الإنسان لو أردت أن تسأله هل تؤمن بشيء اسمه الحب، هل تؤمن بشيء اسمه الكره والبغضاء، هل تؤمن بكثير من الغرائز النفسية والقلبية، ستجده بأنه يقول لك والله نعم أؤمن بها لأنه هو يعيشها. بنفس الطريقة نحن نريد أن نقول بأن موضوع الحسد من الموضوعات التي لها علاقة كما ذكرنا، علاقة مركبة. نعم. وهي حالة نفسية تعتري الإنسان عندما لا يكون وضعه وضعا سويا، اعتلال في النفس البشرية، خروج عن طبيعتها المعتدلة التي يفترض أن تكون عليها، إلى أن تنحرف ذات اليسار بعض الشيء. وهو باختصار شديد الحسد له علاقة عموما بقضايا النعم في حياة الإنسان، شعور الإنسان بالنعم وتلمسه لهذه النعم، ثم نظره بعد ذلك في حظه من هذه النعم. فيجد بأنه والله مثلا ينظر إلى النعم، نعمة الأموال، نعمة الأولاد، نعمة الذرية، نعمة الجاه والسلطان، نعمة الوجاهة، في نعم كثيرة جدا أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. ثم ينظر هذا الإنسان إلى أن والله هذه النعم مبثوثة في الخلق، مبثوثة. وهو يخطئ الإنسان عندما لا ينظر إلى حجم النعم التي من بها الله عليه. يعني هنالك كثير من النعم أنعم الله بها عليك. لو أن الإنسان وازن ما بين نعمه التي منحه الله عليه لها وما بين ما
يراه عند الآخرين ربما لوازنة موازنة طيبة، وأدرك بأن الله تبارك وتعالى لا يحرم الإنسان حرمانا كليا من كل النعم، ولكنه قد يفيض على البعض ببعض النعم ويحرم آخرين منها. وهذا كله يدخل معنا في منطقة الابتلاء والاختبار، وكيف أن الإنسان يرضى بأقدار الله تبارك وتعالى. هذا الركن السادس من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله وقدره وقبول هذه الأقدار. فموضوع الحسد له علاقة بالنعم، ولكن من زاوية أن الإنسان ينظر إلى النعم عند الآخرين ويتمنى زوال هذه النعم. وهنا نلاحظ بأن ليس هنالك اختلاف كبير ما بين النعم وما بين الحسد في اللغة وما بين الحسد في الاصطلاح، ستلاحظ بأنها متقاربة إلى حد كبير. فباختصار شديد، موضوع الحسد هو استشعار النعم عند الآخرين وتمني زوال هذه النعم عنهم، ولكن قد يكون ذلك مصحوب بأن يكون الله يتمناها لنفسه. وهنالك أحيانا ما يتمنى زوال النعمة عن الآخر حتى لو لم تكن تؤول إليه. فإذا نحن أمام أكثر من تمني زوال النعمة عن الغير، هذا أصل في الموضوع، ثم رغبة أن تكون هذه النعم تتحول إليه، هذه على كل أيضا مسألة أخرى. فباختصار موضوع الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وتحويلها إلى النفس. هذا يمكن مختصر فيما يتعلق بتعريفنا للحسد. بارك الله فيكم على هذا الاستهلال وهذا التعريف، حتى يكون الإنسان يعني عرف هذا المصطلح وما يعني يتضمنه. الحقيقة فضيلة الشيخ، هناك يعني مجموعة من الأسباب أكيد تؤدي إلى أن الإنسان يعني يحسد غيره. ما الدافع؟ هل هو حقيقة يعني شعور نقص، أم يعني ما الدافع الإنسان يعني على أن يحسد، حتى إن شاء الله يكون الإنسان عارف الدوافع دي فيتجنبها؟ وحقيقة قبل أن نأتي إلى موضوع الأسباب، يعني موضوع الأسباب إذا وقفنا سبحان الله على ورود هذا المصطلح في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نتلمس من خلالها الأسباب التي تدفع الناس إلى هذا النوع من السلوك النفسي أو الحالة النفسية. فمصطلح الحسد أو هو من المصطلحات التي وردت أو من المفردات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من موطن. وردت تقريبا 5 مرات بصيغ مختلفة. وردت في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص، في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. فهنا فيها تقريبا مفردتين: حسد بصيغة الماضي، وحاسد بصيغة اسم الفاعل. وجاءت كذلك بصيغة المضارع في قوله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هنا أيضا. ووردت كذلك بصيغة المصدر. فهذه الصيغ كلها سبحان الله إذا وقفت على الآيات ستلاحظ بأن الحسد له تعلق بمجالين أساسيين. إما أن يكون الحسد في الجوانب الدينية، وإما أن يكون الحسد في المجالات الدنيوية. يعني لا يخرج الحسد عن هذين الأمرين. قد يكون حسد متعلق بأن الله تبارك وتعالى أنعم على إنسان معين في جوانب دينية، في الصلاح، في التقوى، في العلم، في كذا، آتاه الله تبارك وتعالى بما فيها النبوة. وقد يكون أيضا الحسد في جوانب دنيوية، كأن يحسد الإنسان في المال، أو يحسد الإنسان في العلم، أو يحسد الإنسان في الجاه، أو يحسد الإنسان في الذرية والأولاد، أو يحسد الإنسان في جماله ووجاهته. كل هذه يمكن أن يغطيها على كل موضوع الحسد. الحسد قد يشمل مجالات دنيوية وقد يشمل مجالات دينية. إذا جينا للأسباب، إيش اللي والله ما الذي يجعل الإنسان يقع في هذا الموضوع؟ يعني أنت لماذا تتبنى أو تتمنى زوال نعمة الدين على الإنسان؟ لماذا تكون عندك مشكلة في أنه والله يؤتي الله تبارك وتعالى نبوة من شاء؟ لماذا أنت والله عندك مشكلة في أن شخص آتاه الله مالا؟ أول قضية
من أسباب موضوع الحسد هو أن الإنسان لم يعرف بعد حكمة الله تبارك وتعالى في الخلق. أهم شيء يعني أنت إذا أدركت حكمة الله من المخلوقات ليبلوكم. نعم. فكرة الاختبار والابتلاء. جميل. فكرة الاختبار والابتلاء سبحان الله دائما تنشأ معها التباينات والاختلافات، فجعل بعضنا أغنياء وبعضنا فقراء، بعضنا عنده أموال، بعضنا ما عنده أموال، بعضنا عنده علم وبعضنا ليس له علم، بعضنا يرزق ذرية وبعض آخر لا يرزق ذرية، وكل ذلك تحت قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. سبحان الله. أتصبرون؟ يا سلام. وكان ربك بصيرا. يعني هذه الآية سبحان الله من الآيات المهمة جدا، وهو كيف أن الإنسان إذا علم مقصود الله تبارك وتعالى من إيجادنا في هذه الدنيا، وأننا والله نحن تحت الابتلاء وتحت الاختبار وتحت سمع الله وبصره ونظره واختباره وأقداره، هنا يكون الذي يحسد هو عنده مشكلة في إيه؟ يعني هو جاهل بحكمة الله من الخلق. هذه واحد. هذا الجهل ستترتب عليه جهل بأقدار الله تبارك وتعالى. يعني الشخص ليس جهل بأقدار، لكن عدم الرضا بما كتب الله. أن الإنسان عندما يحسد الآخر فإنما يحسده لأنه ما رضي بحكم الله. الله تبارك وتعالى أنت أحيانا لو نظرت إلى نفسك ربما أعطاك الله أمرا حرم منه الذي تحسده أنت. قد كنت سبحان الله آتاك ذرية وآتى شخص آخر مال وحرمه من الذرية، أنت سبحان الله تنظر إلى النعمة التي أعطيت للآخر ولا تنظر النعمة التي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان يزدري نعمة الله عندما ينظر فقط إلى من هو إيه؟ أعلى منه. لا، أنت انظر إلى من هو أدنى منك في كثير من الأقدار الكونية. ولا نتكلم عن قضايا الصلاح والفساد، لأنه في الصلاح يفترض دائما أن تنظر إلى من هو أفضل منك حتى تأتسي به، لكن أنا أتكلم هنا في عطاءات الله التي لا دخل لك فيها ولا تستطيع فعلا أن تغيرها. هذه فالجهل، جهل الإنسان بحكمة هذا الخلق وطبيعة عمل الله تبارك وتعالى في هذا الكون، ثم عدم الرضا بأقدار الله تبارك وتعالى، ثم ضعف النفس البشرية. النفس البشرية عندها مجموعة من العلل والأمراض. عندها مجموعة، عندها مسألة التطلع، عندها مسألة إنه والله هي تملك وتستحوذ وتفوز بشيء، عندها فكرة التميز أن يكون والله هو وحده المتميز، عندها فكرة حب الظهور. يعني عندك سبحان الله النفس البشرية إذا وقدت في طبيعتها في داخل القرآن الكريم ستجد إنه والله عندها شخص القرآن النفس البشرية وبين لك أمراضها وأسقامها وعللها وبين لك علاجها. نعم. فستجد إن جزء كبير من هذه القضايا الحسد نابع من إنه هذا الإنسان والعياذ بالله في البداية عدم علمه بمقصود حكمة الوجود في الخلق وعدم رضائه بقضاء الله تبارك وتعالى، يتولد شيء خطير جدا، وهو علو الأمراض الداخلية، أمراض القلب والنفس، وعدم معالجتها. يعني أنت يحصل العجب، يحصل الكبرياء، يحصل حب الظهور، يحصل حب الاستئثار، إن والله أنت تستأثر بشيء. هذه العلل النفسية التي تمر على الإنسان سبحان الله في مسيرته، إذا لم يستطع معالجتها سيقع في موضوع الحسد. فعلى كل هي أسبابها كثيرة جدا، ولكن هذه ربما بعض الأسباب اللي ممكن نحن إن شاء الله نعتبرها تجعل الإنسان يحسد الآخر. عدم قناعته بما آتاه الله تبارك وتعالى، أمراضه القلبية التي ما عالجها، عدم رضاه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، عدم معرفة الحكمة من هذا التباين في الخلق في العطاء والحرمان. هذه كلها تجعل الإنسان سبحان الله يقع في موضوع الحسد. عافانا الله وإياكم والمستمعين من هذا شر هذا الداء. الحقيقة يعني ونحن أيضا نستعرض يعني هذا الأمر، هل هناك يعني ما هو يعني محمود، يعني يقال حسد المحمود، أو هل ما يستثنى من هذا الحسد مثلا فضيلة الشيخ؟ هو الحسد كله شر. نعم. لكن أحيانا ترد مفردة حسد ويقصد بها القبطة. نعم. وهنا تلاحظ بأن يقبط الإنسان الآخر في نعمة دون أن يتمنى زوالها.
لا حسد إلا فيه. لا حسد إلا في اثنتين. نعم. هذا النوع مجازا يطلق عليه حسد، لكن تنقصه مسألة مهمة جدا عن الحسد المذموم. يعني أنت تمنيت النعمة عند الآخر. شخص آتاه الله مال تتمنى المال. شخص آتاه الله العلم تتمنى العلم، مش كده؟ نعم. لكن لا تتمنى زواله عنه. أيوة، زوال دي المشكلة. أيوة. نعم. الخطورة كلها أنك أنت تتمنى الشيء وتتمنى زواله عن الآخر. لكن تقول والله لو كان لي مال مثل فلان لأنفقته في سبيل الله، لو كان لي علم فلان لفعلت كذا. فهنا لا يسمى حسد إلا مجازا. نعم. نعم، هذا ممكن يعني يقع عند الناس، بس أهم شيء ألا يكون هنالك النفس الشريرة. النفس الشريرة مجرد أن تتحول هذه الرغبة أن يكون لك ما عند الآخر تتحول إلى أمنية في أنه والله يزول هذا الخير عن الطرف الآخر، هنا دخلت أنت في الحسد المذموم. حتى لو لم تتخذ إجراء آخر فأنت دخلت في المرض. آثار المرض هذه قضية أخرى، لكن أنت أول ما دخلت في العتبة الأولى أنك تتمنى زوال المال عن فلان، تتمنى زوال العلم عن فلان، تتمنى زوال الجاه عن فلان، تتمنى زوال الذرية عن فلان، تتمنى زوال الصحة عن فلان، هذه دخلت أنت في المرض. هذا المرض مجرد أي مرض له آثار، له تداعيات، مش كده؟ نعم. يعني الآن مجرد ما أنت سبحان الله تجيك الملاريا، تبدأ في الصداع، تبدأ في الحمى، تبدأ، مش كده؟ فنفس الطريقة الأمراض القلبية والأمراض النفسية مجرد ما تقع في النفس وتقع في القلب فلها آثار تظهر على هذا الإنسان، وآثارها بعيدة جدا. يعني ليس بلازم أن تكون تبدأ بشيء، ولكن قد تتطور هذه. بارك الله فيكم. حقيقة هذا يعني داء خطير وشر مستطير، وعلى الإنسان يعني أن يحمي منه نفسه. قد عرفنا يعني خطورته من النصوص التي سمعنا، يعني حقيقة حكمه الشرعي ويعني مضرته، فلا بد يعني من معالجة فضيلة الشيخ، يعني لعل من خطوات ولعل من يعني أمور يعني هذا الذي أصيب بهذا الداء، يعني الحمد لله هذه الشريعة ما من داء إلا وله دواء، فلعلنا حقيقة نذكر يعني شيء من هذا العلاج لكي يكون إن شاء الله نافعا وليؤخذ به، حتى يعني كل إنسان يعالج يعني إن أصيب بهذا أو في من يرى أن يعني ينصح به إخوان المسلمين. جيد. هو حقيقة موضوع العلاج الإنسان إذا ما أدرك أصلا خطر ما هو عليه لا يستطيع أن يذهب إلى العلاج. أول قضية لابد أن تتصور أن ما وقعت فيه ليس أمرا سهلا. يعترف أول اعترف بأنه هذا مرض مصاب، وأنك مصاب بهذا المرض نعم. وأن هذه الإصابة تحتاج إلى علاج. جميل. يعني حتى نضرب نماذج معينة تجعل الإنسان سبحان الله ربما مصيره حتى الأخروي نعم. يكون مهدد بسبب هذا الحسد. لا إله. يعني مثلا ابني آدم، لا قبل ابني آدم، إبليس مع آدم عليه السلام، كانت مشكلة إبليس هو الحسد. سبحان الله. فهذا الشخص الذي يحسد يجب أن يدرك أنه يشارك أعداء الله في صفة خطيرة جدا، وهي صفة الحسد. أسجد لآدم قال ما أسجد، والكلام من الله، يعني يصدر له أمر واجب من الله سبحانه وتعالى هو والملائكة، ويأخذه الحسد في أنه والله كيف الله تبارك وتعالى ينعم على هذا المخلوق وعلى هذا الكائن ويتصور أنه هو إيه؟ هو أفضل، بينما لا لست أفضل. فأول حاجة نريد أن نقول خطورة هذه الصفة أن صاحبها يشترك مع إبليس اللعين في أسوأ ما. هذه واحدة. النقطة الثانية، أول جريمة على وجه الأرض نعم دافعها كان الحسد. سبحان الله. اللي هو واتل عليهم نبأ ابني آدم، مش كده؟ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أخوين. سبحان. انظر كيف أن أحدهما قابيل قتل هابيل حسدا. طيب انظر إلى معظم رسالات الأنبياء، كثير منهم رفضت رسالتهم حسدا، سواء من أهل الكتاب ومن المشركين. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، وكان التصور بالنسبة للمشركين والله لماذا لم يبعث، إنه والله لم تأتي هذه الرسالة
عند فلان وفلان كان عندهم زعامات معينة، لأن تصورهم عن الرسالة تصور جاهلي مبني على قوة الشخصية، قوة الوضع المالي، الوضع الجاه وكذا. والله تبارك وتعالى ليست هذه معاييره، فرفضت رسالة من البعض حسدا. انظر إلى أبي جهل. أبي جهل كان يوقن بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. عجيب. كان يوقن. نعم. ويوم من الأيام ذهب وهو يتحسس ليلا يسمع القرآن، يسمع ما. فيوم من الأيام أحد أصحابه وجده وهو خفية وكلاهما يتحسسان. فهذا صاحبه يعرف أبو جهل، قال له: يا ما بك؟ جئت أستمع. طيب أنت تواجه هذا الرجل ليل نهار. قال له: لا، المشكلة مش. قال له: يا أخي بالنسبة لنا نحن بني فلان، إن بني هاشم، قال أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وفعلوا كذا وفعلوا كذا. ثم حتى إذا كنا كفرسي رهان واحتكت الركب كأنما فرسين يتسابقان وليس بينهم مسافة، قالوا منا نبي. قالوا منا يا سلام. فسبحان الله منعه هذا النوع اللي هو حسد الطرف الآخر في فضل الله تبارك. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. هذه قضايا لاحظ كيف أن أثرت مسألة حتى في موقف من الأنبياء. طيب تعال إلى قصة يوسف عليه السلام. ما هي مشكلة يوسف مع إخوانه؟ حسدوه في إن والده يحبه. طيب هل فعل شيء؟ يعني هل يوسف أجرم في حق إخوانه؟ يعني دائما ما أقول الحكم خاطئ والمحكمة خاطئة والتوصيف خاطئ بالنسبة لموضوع يوسف. سبحان يعني لاحظ كيف أنهم قالوا إن يعني يوسف عليه السلام استأثر بقلب يعني والده. أحب إلى أبينا منا. أحب إلى أبينا منا. طيب هذه الجريمة هل ارتكبها أبوهم ولا ارتكبها يوسف؟ لم يرتكب. طيب الحكم إيش هو؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. حسبنا الله. كون والله أبوه يحبه، طفل طبيعي أن يحبه أبوه، لكن انظر إلى هؤلاء تمنوا زوال نعمة هذا الحب، لكن الآثار إيش هي؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما. النتيجة نفسها خاطئة. لاحظت؟ إنه تصوروا بأنهم سيكونوا قوما صالح. وين صلاح بقتل إنسان أو إبعاد إنسان أو إتلاف إنسان؟ ما أريد أن أقوله بأن من يتتبع سبحان الله ظاهرة الحسد في القرآن الكريم تجدها مع يوسف عليه السلام، تجد حتى النسوة لا يقطعن أيديهن وفعلن، تجد أنه حسد كان موجود أيضا تجاه هذا الموضوع. وهكذا على كل، حتى يعني اللي هو أهل مصر اللي هو أتباع فرعون كثير منهم كان موضوع الحسد حاضر عندهم. فالنقطة الأولى التي نحب أن نقول بأن الحسد مخاطره عظيمة وكبيرة، ولا نتصور ليست هي مسألة قلبية ونفسية فقط، ولكن تترجم بعد ذلك إلى إيه؟ إلى أعمال. ستترجم إلى أعمال. لاحظنا من ضمن هذه الأعمال إخوة يوسف وما فعلوه بيوسف، أقصوه لسنوات طويلة جدا ونحوا عن أبيه. شوف الآثار النفسية والاجتماعية للوالد وللأسرة والغياب الولد عن أبيه. صحيح قضية الحكم الإلهية هذه شيء آخر، لكن انظر إلى المتاعب التي تسبب في هذا الموقف. انظر إلى شخص يقتل آخر، انظر إلى شخص يقف من الرسالة موقفا معاديا ويموت على الكفر. كل ذلك بسبب هذا السلوك النفسي أو هذا الموقف النفسي الذي وقع فيه الحاسد فأدى إلى هذه النتائج. طيب إذا كان هذا الأمر بهذا الشكل وبهذه الخطورة، ألا يستحق فعلا أن الإنسان يقف مع نفسه حتى يستطيع أن يعالج هذا المرض؟ أكيد. نعم. طيب أول نقطة يجب الإنسان أن يعالجها في هذا الموضوع هو التعرف على الله تبارك وتعالى. يا سلام. تعرف على الله بأسمائه، بصفاته، بعطائه، بكرمه، بكذا، ثم
استحضار بعد معرفتك لله تبارك وتعالى وحكمته في عباده، وحكمته في قضائه، وحكمته في أقداره، وحكمته في تقسيمه للنعم وتوزيعه لها. هذا التسليم سبحان الله مفيد جدا في إيجاد التوازن النفسي والعقلي عند الإنسان. يا سلام. لأن الإنسان سبحان الله متى يختل توازن؟ عندما لا يدرك الحكم. لا، أنت بالنسبة لك الصورة واضحة أن الله تبارك وتعالى ما قدر الأقدار وما قسم الأقسام وما فعل إلا لحكمة. فالله عز وجل كلية العلم، كلية الحكمة، كلية الخير، مش كده؟ نعم. لا يمكن أن نتصور يصدر منه أمرا يكون فيه سوء للعباد، فكل ما يفعله بهذا الوجود فيه حكمة ويفعله تبارك وتعالى. فأول نقطة العلم بالله وصفاته، وأن يسعى الإنسان إلى معرفة هذا الأمر. النقطة الثانية الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. يا سلام. لا بد الإنسان الآن نحن يعني من الصباح تصبح وعليك أن تقر بنعم الله عليك قبل أن تنظر إلى نعم الله على الآخرين. نعم. أول حاجة جميل. تنظر سبحان الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. ليش أنت شاغل نفسك بنعم الله على الآخر؟ شغل نفس بالنعمة التي عندك يا سلام. فقط. يعني تصور الآن مثلا الواحد منا يأتيه مرض بسيط فينكد عليه حياته، سبحان الله. حاجة بسيطة، لكن تجد إنه والله آلام مصاحبة لشخص كان ما كان موجود عنده، فجأة تظهر عندك الحالة المرضية فحياتك كلها تنقلب رأسا على عقب، فتقف مع نعمة الصحة والعافية. نعم. مثلا تقف مع هذه النعمة، إنه كيف استطعت أن تتعرف عليها بس بحرمانها للحظات. تجد أن الله سبحانه وتعالى آتاك مجموعة من الأبناء، صحيح قلل عليك الأموال، لاحظت؟ نعم. لكن أعطاك هؤلاء الأبناء بعافية، لا مرضى ولا، ما شاء الله وتبارك الله، عندك مجموعة من الأولاد المعافية. يا سلام. فيبتليك الله في واحد منهم. هذا الواحد يمكن لو أنت صاحب ثروة كبيرة جدا، ثروتك هذه كلها تمتصها أن ينزع الله العافية من واحد منهم. لا إله. لاحظ، فلو قيل لك والله تريد الثروة التي يمكن أن تزول بمجرد مرض واحد من أبنائك، ولا لا والله تريد عافية أبنائك وأنت فقير، يقول لك أريد عافية أبنائي وأنا إيه؟ أنا فقير. فإذا هذه المعادلات حقيقة لما تنظر إليها النعم بهذا الشكل جميل. ينبع عندك مباشرة أبوء بنعمتك علي سبحان الله. وأبوء بذنبي. ستلاحظ بأنه يا رب نعمك علي كثيرة جدا وأنا لست إيه بمقدار هذه النعم، بالعكس أنا هذه النعم بدل أقابلها بالشكر وأقابلها بالعرفان وأقابلها بالاعتراف أنا مقابلها بالذنوب، مقابلها بالمعاصي، مقابلها بالتقصير. أبوء بنعمتك علي وأبوء إيه بذنبي. قال فاغفر لي. لاحظ فلسفة الاستغفار نبعت من وين؟ مباشرة حتؤدي بك إلى الاستغفار. الاستغفار هو الردمية كما يقول، التي تردم فيها الفجوة بين النعم وبين إيه؟ وبين واقع الإنسان. إذن الرضا هذه نقطة ثالثة. نعم. الرضا بما كتب الله ووقوف الإنسان على نعم الله التي أنعم الله بها عليه. إذن عندنا أولا العلم بالله وصفاته وأحكامه وكذا، الرضا بما كتب الله تبارك وتعالى. ثالثا الوقوف على نعم الله التي أنعم بها على الإنسان. نعم. هذه من الأشياء التي أيضا تقي الإنسان أو أحيانا تعالج ما عنده. الاستعانة بالله تبارك وتعالى في أن يقيه شر الحسد. سبحان الله. قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق شر غاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. مش كده؟ فعلى الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر الحسد وأن يجعله متوازنا في حياته. أيضا من الأشياء المهمة جدا التي إن شاء الله تقي الإنسان هذا الأمر الصبر على كثير من الواردات على النفس البشرية. نعم. على الإنسان أن يوطن نفسه على الصبر. ليس كل ما ترغب فيه وتتمناه سيتحقق. لا، أصبر وتصبر على أمر الله وتصبر على قضاء الله وتصبر على كذا، تصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. هذه الأقدار التي ابتلاك الله تبارك وتعالى بها أن تكون. أيضا الارتباط بالقرآن الكريم. يعني هذه القصص التي ذكرنا نماذج منها، ستجد سبحان الله الكثير من هذه القصص في القرآن الكريم. فأنت عندما تجد سبحان الله تقف مع قصة يوسف عليه السلام،
هذه القصة الممتعة المؤلمة في نفس الوقت، إنها ممتعة في نهاياتها، مؤلمة في مسيرتها التي يعني. لكن سيلاحظ الإنسان سبحان الله كم يتسبب الحسد في تدمير الإنسان وتدمير كيانه. أيضا لا بد أن يدرك الإنسان، وهذا من الأشياء المهمة جدا في موضوع العلاج، أن يدرك بأن حسده للآخر لن يغير من أقدار الله، لن يغير من قدر الله شيء، لكنه سيحرقك أنت. يعني أنت ستتوتر، ستتعب، ستتصرف تصرفات أحيانا خارج السياق الشرعي إلى غير ذلك من الأشياء. حقيقة موضوع العلاج يعني يحتاج واسع جدا، ويحتاج منا إن شاء الله إلى مزيد من التأمل في هذه الصفات الذميمة وكيف يمكن الإنسان أن يتخلى عنها. جميل جدا هذا الاستعراض، وهذه حقيقة المعالجة اللي ركزتم فيها على يعني أمور أساسية، ولعل هنالك الكثير من الحاجات التي حقيقة يعني يمكن الإنسان أن يفعلها، وهي أن يكون أيضا يعني في سياقها أن يكون يعني يترك الآخرين وينظر إلى نفسه، ويعني ينشغل بما يعني ينفعه وبما وهبه الله من كما أشرتم من نعم ومن قدرات فإن انشغل بنفسه فهذا يعني حقيقة يصرفه عن ما عند غيره. فضيلة الشيخ، حقيقة يعني الحسد أحيانا قد لا يكون مبعثه يعني عند ضعاف النفوس وكذا، هناك نوع من الحسد حتى عند أهل الديانة ويعني يقع، فما يعني حتى عند أهل العلم يذكر وعند أهل الدين وكذا. فالمبعث عند هؤلاء يعني إشكاليته من أين تأتي فضيلة الشيخ؟ نعم، هو عندنا حاجتين مهمة جدا، قضية العلم وقضية التزكية. سبحان الله. فالعالم لا يؤتى من جانب العلم، وعارف الحسد مخاطره واشكالها، وعارف ممكن يعطيك محاضرات كافية جدا. نعم. لكن لم يستطع أن يترجم هذا العلم إلى تزكية وتطهر داخلي. سبحان الله. فمعظم الذين يقعون من أهل العلم أو طلبة العلم أو الدعاة أو من نزعم بأنهم ملتزمين وكذا، تجد سبحان الله العامة أفضل منهم. لماذا؟ لأن العامي وإن جهل لكنه أكثر تطهرا وتزكية ونفسه طيبة. سبحان الله. لاحظت؟ فهنا يكون بعض طلبة العلم مثلا روح المنافسة، روح الظهور، حب الظهور تسيطر على علل، عندهم علل خاصة أيضا، هذول علل التدين إن صح التعبير، وهذه قضية أخرى. علل التدين نفسها، أحيانا المتدينين لهم عللهم وإشكالاتهم. فكيف نستطيع أن نحدث التطهر الذي يحارب الأمراض الداخلية؟ يا سلام. يعني الآن إبليس ما كانت مشكلة علم، عالم عالم ما في كلام، لكن كانت مشكلته مشكلة القلب. سبحان الله. أو مشكلة التصور. هذه إشكالية. على كل، الله تبارك وتعالى في اللحظة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكون مطهرا لنفسه. لما تقرأ سبحان الله بدايات السور، أهم قضية كان التركيز فيها التطهر. نعم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف إنه هيأ الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام الارتباط بالسماء، الارتباط بالله، الزهد في الدنيا. واحدة من الإشكالات عند المتدينين التعلق بالدنيا. سبحان. فتجد أن هذا الذي نقول عنه متدين هو قلبه لم يصفو لله تبارك وتعالى محضا، سبحان، بل فيه ما لله وفيه ما لدنياه. فحتى يعني يخلو إن شاء الله الإنسان من هذه الأمراض يجب أن يقف مع نفسه وقوفا تاما. ولذلك كثيرا ما أقول بأن الذنوب العامة قد تكون أخف بكثير من الذنوب الخاصة. سبحان. أن الذنوب العامة كثير منها ظاهرة أكثر منها باطن. ذنوب المتدينين قد تكون معظمها باطنية. سبحان. الكبر والعجب والتعالي والقطرة سواء، وليست متدينين، فأقول النخب بشكل عام تلقى كثير حتى من المثقفين العاديين. نعم. تجد هذه الأمراض موجودة. سبحان الله. وتجد إنه والله هو يتمنى زوال النعمة من الغير. هذه واحد من الإشكال. سبحان الله بعضهم يعالجها بالتصورات وقد لا يكون متدين، لكن عنده النظر الصائب في إنه يا أخي أنا عندما أتمنى زوال نعمة العلم أو نعمة المال أو نعمة الجاه من فلان، ما الذي استفدته أنا؟ أبدا لم تستفيد شيء. فبعض الناس يستطيع أن يخاطب نفسه خطابا منطقيا عقليا بأنه والله هذا لا يليق بي، لا يليق بي. إذا كنت أنا والله
صاحب خير يجب أن أتمنى الخير لنفسي، وأن يفتح الله تبارك وتعالى علي بما شاء. ولكن فعلا نسأل الله السلامة، هذه الظواهر لا يخلو منها اليوم، يعني أو لا يخلو في مسيرة البشرية، لا يخلو منها كثير من الناس، حتى داخل بيوت النبوة. داخل بيوت النبوة الآن نحن لاحظنا كيف أبناء ابني آدم يعني يحصل بينهم قتل، كيف أبناء يوسف قبل أبناء يعقوب عليه السلام يقع بينهم ما وقع، وهكذا تجد كثير أحيانا في داخل البيت النبوي نفسه كنساء يحصل بينهن ما يحصل. فهذه على كل تحتاج إلى معالجات تربوية تزكوية يقف فيها الإنسان مع نفسه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه هذه الأمراض، وأن يطهر قلبه، وأن يسلل سخيمة قلبه. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية كثير لا علاقة فقط بشيء واحد، أن يكون القلب طاهرا، أن يكون القلب زكيا، أن يكون القلب لا محل فيه للبغضاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تحاسدوا، هذا الأمر النبوي، لا تحاسدوا، فيقف معه الإنسان المسلم سبحان الله بأن والله موضوع الحسد له علاقة بالقلب، له علاقة بالنفس، له علاقة بالشرور الداخلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يقول أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي. فشرور النفس هذه تؤدي بنا إلى سيئات العمل والعياذ بالله. وسيئات العمل هي دائما المحارق التي تعقب الذنوب، والنار تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. فصاحب الحسد لما يرى والله صاحبه هذا الذي يحسده في ازدياد وفي رفعة وفي تمكين، والله سبحانه وتعالى حاميه، مش كده؟ ستجد أنه يتآكل داخليا، سيتعب، سيرهق، سيمرض إلى نهاية المطاف. الحاسد قد يمرض، وقد يمرض أمراض خطيرة جدا، قد يدخل في أمراض نفسية وأمراض عصبية وأمراض حتى بدنية، قد يدخل في هذا النوع من الأشياء. فعلى الإنسان أن ينتبه إلى المسألة. بارك الله فيكم. حقيقة هنالك أيضا من ضمن القضايا في هذا الصدد اللي هو قضية أنه الإنسان كيف يوازن بين حقيقة ما أنعم الله عليه من النعم ليظهرها، وأيضا يعني الخوف من الحسد في هذا الإطار. يعني ربما البعض يقول يعني من جهة في نصوص تدعو إلى إظهار النعم وكذا، ويخاف من هذا الظهور برضه ينقلب إلى حسد الحاسدين. يعني التصرف في مثل هذا كيف ترونه؟ وعلى كل الإنسان لا يستطيع أن يحجب عن الناس النعم التي أنعمه الله بها. يعني في أشياء يمكن أن تخفيها فيه. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود مثلا. يعني بعض الناس إلى أن ينجح، إلى أن يرتب أوضاعه، ما يظهر كل شيء جيد مثلا، ليس بلازم. الأمر الثاني ليس بلازم أيضا إنه والله كل النعم التي أنعم الله بها عليك أنت مخاطب إنه والله أن تنصرها للناس، لا، ليس عنده كذا. هي أعظم نعمة أمرنا الله، وهي تكاد تكون التي نزلت فيها وأما بنعمة ربك فحدث، هي الإسلام. هذه تقريبا ما فيها. لكن باقي النعم ليس بلازم، بس ما مطالب أن تظهر العكس. يعني شخص منعم الله عليه وهو يظهر عكس ما أنعم الله به. أنعم الله عليك بمال فليظهر عليك المال، لكن بعيدا عن المفاخرة، بعيدا عن العجب، بعيدا عن إحراق النفسيات، لا، أظهر على وضعك الطبيعي في مأكلك، في مشربك، في مسكنك، في هذا فليظهر. أن في أشياء لا تستطيع، في صحتك لا تستطيع أن تخفيها، إنه والله أنت وضعك أنت ماشي ما تستطيع أنك والله تغير فيه، مش كده؟ لكن يخلي أنت هذه النعمة التي تظهر عالجها بأمرين. أول أن تستشعر دوما أنها من فضل الله، وأن تنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ شكرك للنعم يزيدها، وإن شاء الله زيادتها لا يؤثر عليك الآخر. لأن الله توعدك بأنه إذا شكرت نعمة الله عليك فإن الله يزيدك. النقطة الثانية حصنها بالأذكار، بالصلوات، بالالتزام، بأن تقوم بما أوجب الله عليك. آتاك الله مال، أعطيه الزكاة، أخرج منه الزكاة. أعطاك الله صحة، تحرك بها في طاعة الله. هذه كلها مما يحصن ثم أدعو الله سبحانه وتعالى واعمل أذكار الصباح والمساء، حتى إن شاء الله تستطيع أن توازن بين نعم الله عليك وما بين أيضا تحمي نفسك من أعين الناس ومن حسد الناس. الله يجزاكم خير. حقيقة لعلنا يعني بعد هذا الحديث الطيب الشيق المفيد إن شاء الله تعالى أيضا أن ننبه المشاهدين والمشاهدات الكرام على أنه حقيقة الحفاظ يعني على أمر مهم، هو حسناتنا. هذه الحسنات التي دائما
نسعى إلى جمعها وإلى الحصول عليها، والحاسد يعني يحرق يحرق. حسناته. فلعلكم بهذا الحديث تعطونا إطلالة إلى أنه كيف أن الإنسان يعني يحافظ على حسناته بالتجنب لهذا. فنختم بإذن الله. الله يجزيك. هو موضوع الحسنات، سبحان الله كيف أن الإنسان نعم. تأتيه حسنات ويسعى ليل النهار بالحسنات، ولكن لا يدرك بأنه والله في محارق لهذه الحسنات. واحدة من محارق هذه الحسنات الحسد. سبحان الله. هذا في حالة لم يترجم إلى فعل. لاحظ، أنت مجرد أن تتمنى، هذه من الأمراض القلبية. لاحظ، لكن إذا تحولت إلى فعل هذه كارثة. يعني إذا في شخص والله يحسد ويترجم هذا الحسد إلى فعل، كأن يذهب مثلا ويتصرف تصرفات تؤدي إلى إتلاف أموال الناس، سبحان الله. أو يذهب ويستخدم أساليب غير شرعية في تشويه صورة الناس، أو يذهب والعياذ بالله ويأخذ ويتصرف بيده كأن يقتل. ممكن أحيانا الحسد يصل بالإنسان أن يقتل. كذا يمكن أن يصل بالناس أن يقتل، خصوصا بين الأقرباء. يعني كثيرا ما يحصل هذا بين الأقرباء. فلا بد أن ندرك ابتداء بأن موضوع الحسد خطورته ليست فقط في دنياك، لا، هي في دنياك وفي آخرتك. في هذه الدنيا أنت ستكون في تعاسة وشقاء وعدم راحة وعدم طمأنينة، ودوما أنت لست راضي عما آتاك الله، وأنت قلق دائما. هذه تعيشها، هذا أكبر شقاء هو هذا. بينما سبحان الله الذي لا يحسد هو مطمئن البال، يأوي إلى سريره وليس عليه أي سوء أو سوء طوية أو نية سيئة تجاه الآخرين، ولذلك ينام سبحان الله قرير العين. أما هذا الحاسد الذي حسد في دنياه يذهب إلى الآخرة ويجد أنه والله كل التصرفات التي نبعت نتيجة الحسد سيجد أنها أثرت في ميزان حسناته وأدت إلى أن يكون والعياذ بالله ليس من أهل الطاعات وأهل الخير، بل يجد نفسه من أهل الشقاء والعياذ بالله. جزاكم الله خير الأخوة والأخوات المشاهدون الكرام. ختم لنا فضيلة الدكتور بقول أن خطورة الحسد والحاسد حقيقة أثرها وضررها في الدنيا والآخرة، وهذا مدعاة يعني الحذر والابتعاد عن خطر هذا الأمر، وأن حقيقة غير الحاسد يكفيه هناء وسرورا أنه مطمئن البال مرتاح راضي بما كتب الله له بما أعطاه من النعم الكثيرة. بهذا نختم لقاءنا اليوم، على أن نلتقيكم في يعني الحلقة القادمة. نستودعكم الله. شكرا لحسن استماعكم، وشكرا لما قدم لنا فضيلة الدكتور في هذه الحلقة. إلى لقاء يتجدد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.